السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر الجميل اللي قدامكم ده بكوبايه لبن واحده بس. بجد هقول لكم يعني على كل التفاصيل والاسرار اللي هتخليكم تجيبوا كوبايه لبن واحده بس زي دي، وتحطوا عليها مكون تاني وتعملوا احلى واجمل طاجن رز معمر زي ما انتوا شايفين كده، بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطعم جميل جدا، ما يختلفش عن اللي هو باللبن خالص، يعني احلى واجمل كمان. وهيطلع الرز معاكو جميل جدا، مستوي ومفلفل كده زي ما انتوا شايفين، وطعمه وريحته جميل جدا جدا في منتهى الجمال بجد زي ما قلتلكوا. خليكم معايا بس للاخر، وهقول لكم ازاي طريقته وازاي تعملوا احلى طاجن رز معمر وبكوبايه لبن واحده. انا هجيب الطاجن كده او الصينيه حسب الموجود عندك، وهنعاير الرز بتاعنا قبل ما يتغسل. هتجيب الصينيه او الطاجن وتحط نص رز والنص التاني يبقى فاضي، وبعد ما تعيريه تغسلي الرز كويس وتصفيه. لو في نسبة مية ما تصفتش مش مشكلة خالص، برضو بتصفيه على قد ما تقدري وتسيبي شوية مية عادي. وكوباية اللبن اهي زي ما قلتلك، وتحطيها عليهم كوباية لبن واحدة بس، مع شوية المية البسيطة اللي باقية مع الرز، وتقلبيهم كويس زي ما انت شايفة كده. طبعا العيار قليل اهو، ولازم عيار الرز يبقى للآخر، لازم يملى الصينية. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب شوربة. عندك بقى شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة بط، اي شوربة موجودة عندك. بتكملي العيار لحد اخر الصينية بالشوربة. لازم تملي الصينية للآخر بالعيار زي ما انت شايفة كده. تمام كده. هنجيب بقى دلوقتي معانا، هنحط عليها 3 معالق كبار من القشطة. عندك بقى قشطة سواء انت شارياها او مجمعاها من وش اللبن كده، بتحطي 3 معالق كبار من القشطة. طب ما عندكيش قشطة، عادي ممكن تحطي زبدة او سمنة الموجود. تمام كده، حطينا 3 معالق اهي من القشطة. وبعد كده خلاص ممكن تكتفي بكده، الدسم اللي في الشوربة مع القشطة وتكتفي بيهم وتدخلي الصينية الفرن على كده. لكن عايزه تكمليها دسم اكتر هقولك برضو تحطي ايه. طبعا احنا ما حطيناش ملح في الاول عشان الشوربه بيبقى فيها ملح، فهندوق الملح محتاجه بتحط لها. انا لقيتها محتاجه ملح بسيط كده، فحطيت لها نص معلقه من الملح وقلبته. تمام كده زي ما قلتلك. انت ممكن تكتفي على كده وتدخليها فرن، طبعا بنبقى مولعين الفرن، ويكون الشوربه واللبن برضو سخنين، ونبقى مولعين الفرن ومجهزين. وعايزه بقى تخليها احلى واجمل كمان، وتزودي بقى الطعم بتاعها، بتحطي بقى سمنة بلدي او زبدة المتوفر عندك. انا هحط 3 معالق من السمنة البلدي، وبرضو لو حابة تحطي سمنة عادية نباتي او سمنة خليط بين النباتي والبلدي تمام، برضو حطي الموجود عندك. ما عندكيش خالص وحابة تكتفي بالقشطة مع اللبن والشرب، خلاص تمام كده. انا هحط 3 معالق بس من السمنة البلدي عشان برضو تديها طعم حلو وتديها وش جميل كده مع القشطة. خلاص كده تمام. حطينا 3 معالق قشطة، 3 معالق سمنة بلدي، والشوربة بتاعتنا وكوباية اللبن، وخلاص كده الطاجن بتاعنا بقى جاهز. نكون مولعين بقى الفرن وبنحطه على الرف اللي في النص، سواء في فرن البوتاجاز بتولعي الشواية مع الفرن من تحت، وبتحطيها في الرف اللي في النص زي ما انت شايفة كده، او لو عندك فرن غاز بتحطيه في فرن الغاز برضو، بتكوني مولعاه الشوايات بتاعته والفرن من تحت. طيب ما عندكيش الفرن بتاعك بيشتغل مع بعضه، يبقى تشغلي الشوايه الاول بعد ما تسخني الفرن كويس. تشغلي الشوايه الاول، مش الفرن من تحت الاول، لحد ما ياخد وش كويس وحلو خالص. وبعد كده بتطفي الشوايه وتشغلي من تحت، وبعد ما يغلي كام غلوه كده بتهدي الفرن خالص لحد ما يختم ويستوي بالطريقه دي، ويطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بس اهم حاجة لو فرنك ما بيشتغلش الاتنين مع بعض، الشواية اللي تشتغل الاول مش الفرن، عشان لو الفرن اشتغل الاول والرز ختم من غير ما يحمر الوش مش هيحمر بعد كده. تمام زي ما انت شايفة كده، طلع معانا شكلا جميل جدا جدا، وريحة ما اقولكيش، الريحة في منتهى الجمال، وكمان الطعم تحفة تحفة. يعني انا مش قادرة اقولك احلى بكتير من اللي بنعمله بلبن خالص، يعني احلى واجمل بجد. وكمان ممكن تعمليه من غير لبن كمان، لو مش حابة تعمليه بلبن انت ممكن تعمليه من غير لبن خالص. تحطي شوربة بس تكون دسمة شوية، بس تزودي القشطة والزبدة معاها. يعني ممكن تحطي شوربة وتزودي قشطة وزبدة مع الشوربة دي وتحطيه في الفرن، هيطلع معاكي طاجن رز في منتهى الجمال وبدون لبن.
زي ما انت شايفة كده جميل جدا ومستوي جدا وكمان مفلفل في نفس الوقت. شايفين الجمال ما شاء الله، ريحة وطعم حاجة مش قادرة اقولك بجد، خطير وجميل وفي منتهى الجمال. اتمنى انت تجربي طاجن الرز بالطريقة دي وتعملي بنفس الطريقة دي، وان شاء الله هيعجبك جدا جدا. ولو عملتيه وعجبك بقى يا ريت شير للفيديو علشان الوصفة توصل لكل حبايبك والكل يجرب الرز الجميل ده وبالمكونات البسيطة بتاعتنا دي. وان شاء الله هعمل لكم برضو الرز المعمر بدون لبن خالص في فيديو تاني، وهوريه لكم بنفسكم هتشوفوا الشكل عامل ازاي. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني ومش مشتركين في قناتي اتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.